كلنا نسمع إنه لازم نكون حاضرين وموجودين لما أطفالنا يحتاجونا، وهذا صح. لكن في شيء ما حد يتكلم عنه، وهو إنه في فرق كبير جداً بين إنك تكونين موجودة لما أطفالك يحتاجوكي وبين إنك تكونين موجودة طول الوقت. ولو ما انتبهتي، مساعدتك اللي تنوين فيها الخير ممكن تهدم ثقة ولدك بنفسه، استقلاليته، وقدرته على مواجهة الصعوبات، ويمكن تسوي له مشاكل نفسية تقعد معاه حتى لما يكبر. وفي هذا الفيديو راح أشرح لك كيف التربية المثالية والزايدة ممكن تضر وتدمر ولدك، وراح أوريكي وش ولدك فعلياً يحتاج منك كحل متوازن بين الإهمال والتربية الزايدة عشان ينمو بشكل صحيح. شوفي، أولاً أبغاك تفكري في أحد المواقف اليومية العادية مع ولدك اللي تكون فيها صعوبة عليه. مثلاً لما ولدك يكون قاعد يحاول يحل لغز أو يلبس حذاءه، اللي راح يحدث هو إنه أنت تشوفين إنه هو قاعد يعصب شوي شوي، فطبعاً أنت بشكل طبيعي راح تتدخلين بسرعة عشان تساعدينه، وفي الأخير وحتى بدون ما تحسين راح تلقين نفسك تقريباً سويتي الشيء كله بداله. في هاللحظة ممكن إنك تحسين إنك نجحتي كأم، اللغز انحل بدون ما قطع اللعبة تطير في الصالة، وأخيراً تقدرين تطلعين من البيت لأنه خلاص لبس حذاء بسرعة. الأزمة انحلت والكل مبسوط. لكن أنت ما انتبهتي لوش اللي فعلياً قاعد يصير. شوفي، كل مرة تدخلين بسرعة عشان تحلين مشكلة ولدك، أنت بدون ما تدرين ترسلين له رسالة قوية جداً. أنت بشكل غير مباشر تقولين له إنه هو ما يقدر يتعامل مع هذا الشيء الحالة، وإنه هو يحتاجك عشان تحلين له أبسط مشاكله. واللي ولدك يتعلمه من هذا الشيء شيء راح يحطم تطوره مع الوقت حتى بدون ما تدرين. دماغه راح يقول له إن لما الأشياء تصير صعبة لا تكمل محاولة، بس استنى لين ماما أو بابا يجون ويحلون لك المشكلة. كل مرة تدخلين عشان تنقذين الموقف، سواء كان عشان تساعدينه يلبس سرواله، أو ترصين معاه المكعبات اللي تطيح، أو تحلين المشاجرة الألف مع أخوه على اللعبة، أنت فعلياً تسرقين من ولدك لحظات تعلم ثمينة جداً. وخليني أوريكي وش أقصد. أبغاكي ترجعين بذاكرتك لما ولدك الصغير أول مرة مسك الملعقة وبدأ ياكل بيها. وش اللي صار بعدها؟ كانت فوضى تامة. الأكل راح في كل مكان، في شعره، على وجهه، على الطاولة، وحتى في إذنه. الحين في هذا الموقف كان سهل جداً إنك تمسكين الملعقة وتورينه كيف يستعملها وتوفرين على نفسك التنظيف اللي أكيد جاي. لكن أنت ما سويتي كذا. ليش؟ لأنه في قرارة نفسك أنت كنتي تعرفين إن هاللحظة الفوضوية مو مشكلة لازم تنحل، وإنما كانت فرصة لولدك يحاول يتعلم مهارة معقدة بشكل مفاجئ. ولما خليتيه يعاني مع هذا التحدي، هو كان يكتسب شيء أهم بكثير من مجرد مهارات الأكل، كان يبني الثقة وأنه يقدر يسوي الأشياء الصعبة. مع كل محاولة كان يتعلم يواجه المشاكل، يتعامل مع الإحباط لما الزبادي يطيح على ذقنه للمرة الخامسة، يطور الإصرار إنه يكمل ويجرب طرق مختلفة. ولما أخيراً يوصل الملعقة لفمه، ثقته بنفسه تكبر، لأنه اكتشف من خلال أفعاله إنه يقدر يتغلب على العوائق. فليش وقفتي هذه العادة لما كبر شوي؟ ليش وقفتي تخلين ولدك يعاني مع التحديات اليومية؟ الآن قبل ما أكمل حابة أقول لك على دليل سكينة، اللي هو دليل يدمج بين العلاج الوظيفي وعلم النفس، حتى تتوقعين تمنعين وتتعاملين بشكل صح مع نوبات الغضب، الانهيارات والسلوكيات الصعبة عند أطفالك، حتى يكبرون ويصيرون أطفال منظمين عاطفياً، قويين، واثقين من نفسهم وسعيدين. الدليل مو بس نظريات، ولكن خطوات واضحة، حلول جاهزة، نصوص تقدرين تستخدمينها بالحرف. لأني أعرف أنك ما عندك وقت تقرين كتب طويلة أو تدورين على حلول في كل مكان. أعرف أنك تبين شيء مثبت أنه يشتغل وتقدرين تطبقين الأشياء اللي فيه من اليوم. الرابط تحت في الوصف، ألقي نظرة عليه لأنه حرفياً ممكن يغير حياتك وحياة أبنائك للأبد. خلينا نكمل. الحين أنا أعرف إنه
إنك تشوفين ولدك يعاني هو واحد من أصعب الأشياء في التربية، وإنتي دايماً تبغين تسهين الأمور على ابنك، وهذه الرغبة في المساعدة مو غلط أبداً. فلذلك السؤال مو هل لازم أساعد ولدي أو لا، ولكن السؤال هو كيف تساعدينه بطريقة تبنيه بدل ما توقفه. والسر في هذا هو إنك توقفين تسوين الأشياء بدال ولدك، وبس تكونين موجودة معاه وهو يحاول يحلها. هالطريقة تعطي ولدك الصغير بالضبط اللي يحتاجه، المساحة إنه يطور استقلاليته، وفي نفس الوقت الأمان إنه يعرف إنك موجودة جنبه لو فعلياً احتاج مساعدتك. وكيف تسوين هذا الشيء يعتمد على عمر ولدك وقدراته. فإذا ولدك عمره حول السنتين أو الثلاث سنوات، هو لسه يتعلم المهارات الأساسية ويحتاج تدخل أكثر. فمثلاً إذا كان ولدك الصغير قاعد يحاول يلبس سرواله وهو ما قدر، أو جته الصعوبة، بدل ما تتدخلين وتلبسين السروال مباشرة، بس راقبيه من بعيد وانتظري، وأعطي ولدك الفرصة يحل المشكلة لحاله. ولو بعد ما عديتي العشرة في بالك ببطء وهو بعد ما قدر يلبس سرواله أو بدأ يعصب، فهذه إشارة لك إنك تروحين له وتكونين معاه وهو يحل المشكلة. وتسوين المرحلة الثانية، وهي إنك تقسمين المهمة لخطوات صغيرة يقدر يتبعها. مثلاً ممكن تقولين أول شيء اقعد، الحين حط رجلك في هالفتحة، وانت تشيرين على فتحة الرجل. بعدين تقولين الحين حط رجلك الثانية في هالفتحة، وانت تشيرين على الفتحة الثانية. وأخيراً تقولين قوم واسحب الشورت لفوق. لكن لو ولدك أكبر شوي، يعني حول ال4 سنوات ويتكلم جمل كاملة، تذكري إن دورك يتغير. أنتي تصيرين مدربة، مو الأم اللي تعطي الحل مباشرة. فمثلاً لو القميص مقلوب، بدل ما تتدخلين وتصلحين بنفسك، ممكن تقولين قميصك مقلوب، وش تحتاج تسوي أول؟ أو لو غلط وهو مو عارف أي حذاء يروح على أي رجل، بدل ما بس تقولين له يعكسهم، ممكن تسألين كيف تقدر تعرف أي حذاء يروح على أي رجل؟ ولو ما عرف، ممكن تعطينا تلميح صغير مثل شوف شكل رجلك وشكل حذاء، وين اللي يتطابقون؟ لازم دايماً تتذكرين إنك تعطين ولدك الفرصة يتعامل مع هالتحديات، لأنك مو بس تبنين مهاراته في اللبس، وإنما أنت كمان تطورين قدراته على حل المشاكل، مرونته وثقته بنفسه. ومثل ما قلت لك، إذا بغيتي تتعلمين كيف تفهمين دماغ ولدك وتعرفين كيف توقفين سلوكياته الصعبة حتى قبل ما تبدأ، وتتأكدين إذا أنت ولدك تحتاجون مساعدة مهنية أو لا، ووين تلاقينها، وحابة كل شيء منظم في مكان واحد، وتتعمقين أكثر في كل استراتيجية، وتبنين طفل منظم عاطفياً قوي وواثق من نفسه، رابط دليل سكينة تحت في الوصف. ادخلي شوفيه واقرأي عنه، ولو حسيتي إنه يناسبك ويناسب عائلتك، يشرفني إنك تنضمين لمئات الأمهات اللي حياتهم تغيرت بفضل هالدليل. المهم، سواء أخذت الدليل أو لا، أنا فخورة فيك إنك هنا، إنك تتعلمين، إنك تبين الأفضل لولدك. إذا استفدتي من الفيديو، لا تنسين اللايك والاشتراك عشان نستمر نقدم محتوى يفيدكم. أسأل الله يعينكم على تربية أطفالكم ويجعلهم قرة عين لكم. بنشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.